تعرفوا في بعض الأعمال الفنية كأفلام أو مسلسلات في وصفة كده بتضيف عمق كبير جدا للشخصيات الشريرة، ومجرد ما بتظهر اعرف إن غالبا هتشوف الماضي الحزين والسبب اللي وصله للحالة دي. ممكن شوية كمان وتعيط عليه، وكمان وتبقى عايز تقف في صفه وتسامحه على أغلب جرايمه حتى لو كانت لا تغتفر. الوصفة ده إن كل شرير هو بطل قصته، وبالنسبة لي ده أحسن وصف ومعنى مصطلح الأنتي هيرو، المصطلح اللي حول بمجرد سناب الشر الخام لمادة ممكن تتعاطف معاها أو حتى تدافع عنها. وده الكلام اللي انا مش مهتم بيه، وده السكريبت اهو. احنا مش جايين نتكلم في الكلام ده كله، احنا جايين نتكلم على جعفر العمدة اللي انت داخل الفيديو علشانه اصلا. حسبي الله ونعم الوكيل، هضطر حته. لا. اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الاولى من برنامج قبيل. في شويه اختلافات حصلت من ساعه التريلر. عرضت عليك في التريلر انك تبقى شخص احسن في حياتك، تبقى شخص من غير حدود، تاخد اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه. اوعى تكون صدقت ايه، احنا قاعدين مع بعضينا يعني. الراجل ده احنا هنفك دلوقتي وهنظبط. انا هادف يا راجل، ده انا جاي اكلمك في محمد رمضان وجعفر العمدة. لا بس دلوقتي نبدأ بالمصطلح الأساسي اللي أنا جاي أكلمك فيه. الأنتي هيرو بالنسبة لويكيبيديا هو الأنتي هيرو مصطلح أدبي يصف شخصية بأنها تسعى إلي الخير عن طريق وسائل غير أخلاقية تماما. في الأنتي هيرو في أمثلة كتير جدا، منها والتر وايت، الجوكر، توماس شيلبي، بس اللي أنا جاي أكلمك عنه فعلا هو جعفر العمدة. نزل المكان. باختصار شديد، تتفق معايا وتختلف، جعفر العمدة هو أكتر مسلسل اتشاف في رمضان اللي فات على مستوى مصر أو الوطن العربي كله. ليه؟ لأن محمد سامي ومحمد رمضان بيعرفوا يعملوا توليفة الشعب المصري أو الشعب العربي عامة بيحبها. توليفة فيها شرير خام مش محتاج أتعب دماغي فيه، فيها قصة انتقام بسيطة جدا، برضو الناس البسيطة بتاخد فيها انتصارات هاوية ملهاش أي لازمة، كأنهم بيحققوا ذاتهم في المسلسل، رغم إنهم بيتضربوا في الشبشب بره المسلسل عادي. بس إحنا في المسلسل تولع يا دلال. المهم يعني، أنا بس بكلمك على تأثير الشخصية دي على المجتمع إزاي. شايف عندك واحد بيزني، بيسكر، متجوز 4، ما بيعدلش ما بينهم، بيسلف الناس بالربا، بيضرب أي حد في الوقت اللي هو عايزه. شيشة نانسي. أنا مش محترم. تفتكر ده كله بيحصل ليه مثلا؟ أو ليه أصلا الناس تقبلت الشر ده كله في هيئة جعفر العمدة؟ وليه أصلا الناس حبيته مش تقبلته بس؟ إيه اللي بيحصل وبيخليك تحب الشخصية دي وما تاخدش بالك من أي غلط هو بيعمله، وفي الناحية تانية تكره الشخصية الشريرة بالكامل؟ ليه؟ لو عندك الشرير الخام فاعمل اللي أنت عايزه، فأنت مستحيل تبقى أوحش من كده. هي مش مديالك ميزة واحدة بس فيها، عكس شخصية البطل اللي بيبقى دمه خفيف وبيضرب أي حد، طبعا وسيم، كل البنات بتحبه، كل البنات حلوين. المهم، مواصفات الأنتي هيرو المثالي دي كلها مواصفات إحنا بنتمناها في نفسنا. فعشان كده لما بنشوف البطل، وخصوصا لما يبقى جاي في هيئة البطل، وخد بالك معايا في الموضوع ده، أي شخصية في مسلسل أو فيلم أنت بتشوفها في هيئة بطل أو قصة بتتابعها من الأول، أنت دماغك بتتبرمج إنك بتبقى واقف في صف، خلاص دماغك اتحطت على إيه؟ وضع التيار الآلي. وركز معايا في الكلمة دي عشان ده عنوان فيديو جاي. تعال بقى أقول لك مثال أفهمك فيه إيه نوع التأثير اللي بيحصل لك لما بتشوف حاجات زي كده، وإيه اللي ممكن التأثير ده يعمله في الأجيال اللي جاية. بص، لو هتشوف أغلب الأطفال كده اللي ما تموش السنة لسه في عيلتكم، هتكتشف ببساطة إنهم بينبهروا بأي حاجة مهما كانت بسيطة، ومهما كانت بالنسبة لك أنت تافهة وما تستحقش الاهتمام أصلا، لحد ما يتعودوا عليها مع الوقت، وانبهارهم ده يقل أكتر وأكتر وأكتر، لحد ما للحظة معينة ما يهتموش بوجودها أصلا، إن وجودها بقى شيء مسلم، بل أقل من المسلم عندهم، إن وجود ده بقى شيء حتمي. ودماغك حتى وأنت كبير بتشتغل بنفس الطريقة. أنت مثلا متربي وكبرت من صغرك لحد دلوقتي إن البسكليتات حرام وغلط، ما ينفعش تبقى كده، فتكبر وتسمع عن الحوار أو الموضوع ده ذات نفسه عن بوست على الفيسبوك، فأنت تستغرب وتتعصب جدا وتقول استغفر الله العظيم، هي وصلت لكده؟ تلاقي البوست فيك يا عم وتسكرول عادي. بعدها بفترة الفيسبوك يجيب لك كمان بوست لحادثة أكبر شوية، فأنت تقول
يا نهار ابيض، ده ما ينفعش الكلام ده، ما يتسكتش عليه ابدا، وتخش زي الحمار المتهور تخش تكتب على الكومنتات ومش عارف ايه، ما ينفعش وحرام ومش عارف ايه. وفي النهايه ايه اللي بيحصل؟ انك بتتعود، بتشوف بوست تاني وتالت ورابع وخامس، وتشوف موقف وتسمع عن حادثة معينة، وتبقى بتتفرج على مسلسل معين مثلا وبتحبه وتلاقي فيه مشهد حصل فيه حاجة زي كده، أو رزعولك في النص شخصية عجلية. فأنت بتختار في الآخر اللي أنت إيه؟ تتقبل الوضع. ما أنت هتعمل إيه؟ مش هتغير الكون، صح؟ صح؟ بعد ما بتتقبل الوضع وأنت عارف إنه حرام، وحط خط تحتها، أنت عارف إنه حرام بس متقبل وجوده، تيجي وتكبر انت وتخلف، وابنك يبتدي يعاصر البيئة اللي أصلا متقبلة ومسلمة وجود الشيء ده بشكل حتمي، وجود العجل والبسكليتات بشكل حتمي في الأرض. فأنت دلوقتي كشخص متقبل وجودهم وعارف إنهم حرام، طبيعي جدا منتظر من ابنك إيه؟ هتقبل وجودهم بأريحية وهو لسه صغير، عقبال ما يكبر ويزيد عنده التفكير أكتر، وطبعا هيتعرض للموضوع ده بشكل اكبر منك بكتير باضعاف مضاعفه. لو انت ما حميتوش بايديك واسنانك وسبته كده، هو بس مش هيتقبل وجودهم، هو هيتعاطف معاهم. هنقول اهو ابنك عارف انه حرام وانت مربيه على اللي هو حرام، بس وجود الشيء كتير لدرجه انه ممكن يوصل لانه شخص يبقى عارفه هنا جنبه صاحبه مثلا او اي حاجه انه يبقى كده، فهو ممكن يتعاطف معاه. ليه؟ لانه صاحبه، هو خلاص القضيه بقت في الشارع يا اسطى، فاهم؟ بعد كده بفتره منتظر ايه؟ تعاطف بيجيب دفاع، واه، بلمس بسناب. ايه اللي حصل؟ من حاجه انت كنتش متقبل وجودها من الاساس وانت صغير، لحد ما تدور بيك السنين توصل لان ابنك ممكن يكون بيدافع عنه، او بعد الشر ابنك بسكليت. وده فكرة التعود وخطر التأثير بتاع الشخصيات دي، لأن الشخصيات دي باختصار شديد بيخليك تقف مع الشرير لأن فيه الأشر منه، تقف مع الغلط لأنه مش أسوأ الاختيارات، وباختصار شديد الضرورات تبيح المحظورات. ودي أسوأ رسالة ممكن توصلك. لو هتاخد بس المبدأ الأساسي من الأنتي هيرو، هتكتشف إن ده أعظم شر ممكن تواجهه في حياتك، اللي بيبيح لك أي شيء. وده اللي انا كنت وعدك بيه، انا بس بعرض عليك فكره وبشرحها لك بالكامل، وانت بإرادتك تخش معايا ولا لا. واوعدك انك لو دخلت معايا ونفذت اللي انا بقوله هتبقى جعفر العمدة 2، بس مش مسؤول لو ابنك طلع بسكليت. يا ناس، ياهو ابني طلع بسكليتة. طبعا الكلام اللي انا قلته ده مش مقتصر على فكره معينه، مش مقتصر على الافلام والمسلسلات بس، ممكن يجي لك في هيئه فكره، شخصيه عامه، يوتيوبر بتحبه. اللي هو انا يعني. في النهايه عايز اقولها لك وده اهم رساله عندي، انك ما تتعاطفش، احسبها. هو انت اللي هتدافع عنه ده وهتتعاطف معاه ده شخص يستحق التعاطف بتاعك؟ وكوسيلة للحماية من الأشخاص دي برضو، أو من المحتوى ده عامة، جهز لنفسك محتوى مضمون واتفرج عليه بس. حاول تقلل الاحتكاك مع أي حاجة تانية، لأن زي ما قلت لك أنت دماغك هتتأثر. بس كده، سلام، هنا تنتهي حلقتنا النهاردة. باي. ونسيت، الحق أحق أن يتبع. سلام.